فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل بحفظ القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه. تكفل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القرآن في صدره. استمع لجبريل: إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته بعدما يذهب جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي إذا قرأه جبريل، ونسبه الله تعالى إليه نسبة تشريف. إذا قرأناه، كي تقول قرأناه ترجع الهاء على الله عز وجل، لا، هي مقصود به جبريل، ولكن هذه نسبة تشريف، وفيها دلالة على أن جبريل قرأه كما سمعه عن رب العزة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، يعني تكفل الله تعالى له تفسير القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي، فلما يسر عنه كما في الحديث، سري عنه يعني خوف، بعد ما جاء الوحي يتصبب منه العرق، وفي رواية يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني كان يأتيه القرآن شديدا، يعني فيه شدة. فإذا سري عنه صلى الله عليه وسلم يقرأه كما أنزل على جبريل على الصحابة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من يحفظونه في صدورهم، ومنهم من يكتبه في أوراق الجريد وفي العظام وفي الرقاع وفي يعني الأوراق، كل واحد كاتب القرآن. لم يجمع في كتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يضع، محفوظ في الصدور، محفوظ أيضا في السطور، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. تكفل الله تعالى بحفظه. لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام واستخلفه سيدنا أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من جمع القرآن. متى؟ بعدما استشهد الكثير من القراء في غزوة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان عنده جيش كبير، وشارك الصحابة في قتال جيش مسيلمة الكذاب، واستشهد كثير من الصحابة الحفاظ للقرآن الكريم. فخشي سيدنا أبو بكر الصديق أن يضيع القرآن لما استشهد كثير من الحفاظ، فجمع القرآن في مصحف. والذي جمع القرآن كتبة الوحي هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هو اللي جمع يكتب القرآن. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. توفي سيدنا أبو بكر الصديق، هذاك المصحف راح عند الخليفة الثاني، عند سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قام في خلافة سيدنا عمر 10 سنين، والصحابة يقرؤون في مصاحفهم اللي عندهم، واحد كاتب رقاع وكل واحد وش كاتب أجزاء، المهم كل واحد عنده مصحف. لما استشهد سيدنا عمر بن الخطاب، هذاك المصحف راح عند ابنته حفصة. المصحف هذاك راح عند بنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قعد عندها هذاك المصحف. بعدين في خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الجمع الثاني، كان الجمع الأول سيدنا أبو بكر والجمع الثاني سيدنا عثمان. سيدنا حذيفة في غزوة أرمينيا، في غزوة أرمينيا الناس بدأت تدخل في الإسلام، خاصة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. دخل الفرس في الإسلام، دخل كثير من الشام في الإسلام، القبط والمصر دخلوا ناس ياسر في الإسلام، توسعت رقعة المسلمين. هذوما الناس ما تلقاوش القرآن كما تلقاوه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، ناس جدد في الإسلام. لسانهم أعجمي. وش وقع أن هذه القراءات المختلفة للقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل القرآن ب7 أحرف.
انزل القرآن ب7 أحرف، هي 7 لغات من لغة قريش ولغة هذيل، لغة يعني هي لغات العرب. لغات تقال لهجات. هذو من الناس الأعاجم ما يعرفوش هذا الشيء. فصار كل واحد في غزوة أرمينيا وقع الخلاف بين هذو الناس، كل واحد يقول أنت تقرأ القرآن خاطئ غلط، والآخر يقولوا وكفر الناس بعضهم بعضا، يقول أنت تحرف القرآن وأنت تحرف القرآن، واضح. فسيدنا حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بالفتن، حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، تفطن لهذا الأمر قبل أن تقع فتنة بين المسلمين فيقتل بعضهم بعضا بسبب اختلاف القراءات. فذهب إلى موسم الحج إلى سيدنا عثمان في المدينة وقال له أدرك أمة محمد قبل أن يقتل بعضها بعضا، وقص له ما وقع في أرمينية من اختلاف المسلمين في القراءات. فأمر سيدنا عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت لأمر سيدنا أبو بكر الصديق نفسه، أمره بأن يأتي يكون لجنة فيها رئيس نتاعها زيد بن ثابت ومعه 3 من الصحابة من القرشيين، معاه عبد الله بن الزبير، والثاني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قرشي، والثالث سعيد بن العاص. 3 من قريش، والرئيس اللجنة زيد بن ثابت الأنصاري من الأنصار أهل المدينة. وأمرهم أن يجمعوا القرآن الجمع الثاني ويكتبوه بحرف قريش، يكتبوه بحرف قريش. فجمع سيدنا عثمان الأمة على حرف قريش وأمر بجميع المصاحف أن تحرق. مصحف عبد الله بن مسعود قيل لم يحرقه، المهم لا يوجد الآن مصحف آخر، ولذلك سمي هذا المصحف بالرسم العثماني. مش معنى الرسم العثماني، أي الرسم الذي كتبه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كتاب المصحف يقول لك الرسم بالرسم العثماني، بمعنى الكتابة التي كتبها هذا المصحف. كيفاش كتبه سيدنا عثمان؟ نحي الشكل ونحي النقاط ونحي كلش. صورة الكلمة كتبوها سابقا، العرب كانت تكتب هكذا، ما تكتبش بالنقاط وبالشكل. نحي الشكل لأنه الشكل جاء من بعد والنقاط جاء من بعد. صورة الكلمة هذاك هو الرسم العثماني. فيسر الله تعالى لسيدنا عثمان رضي الله عنه أن جمع الأمة على مصحف واحد وهو مصحف الإمام، ووزع وكتب المصحف الخاص به في المدينة مصحف الإمام، وكتب مصاحف أخرى ووزعها في الأمصار. كتب مصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى البصرة، وقيل مصحف إلى اليمن، ومع كل مصحف قارئ من الصحابة. فالكوفة بعث لها عبد الله بن مسعود، والشام بعث لها أبي الدرداء، واليمن بعث إليها معاذ بن جبل، وأمرهم أن يقرئوا القرآن هذم الصحابة بما في المصحف. من ذلك خرجت هذه المدارس القرآنية. رواية حفص ترجع إلى الكوفة، لذلك نقول رواية حفص السند نتاعها حفص، السند نتاعها إلى عبد الله بن مسعود. رواية عبد الله بن عامر الشامي ترجع السند نتاعها إلى أبي الدرداء. رواية نافع ورش وقالون اللي نقراوها حنايا يرجع السند نتاعها إلى سيدنا عثمان، وهكذا. إذن
الله سبحانه وتعالى يسر للأمة أن جمعها في عهد سيدنا عثمان على مصحف واحد حتى لا تختلف الأمة، وبقي هذا القرآن محفوظا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. الآن أي واحد يزعم باللي يوجد مخطوطة في أي مكان وهذه المخطوطة تخالف الرسم العثماني، شو نقولوا له؟ نقولوا له هذه المخطوطة ما هي صحيحة، ما هي صحيحة. لماذا؟ لأنه من شروط قبول القراءة والقرآن 3 شروط. الشرط الأول أن توافق اللغة العربية. الشرط الثاني أن تكون صحيحة السند، فيها الرجال تاعها عن معروفين، علماء معروفين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث أن توافق رسم القرآن. تخالف رسم القرآن نقول قراءة شاذة أو قراءة ضعيفة أو قراءة غير صحيحة. إذن قلنا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، لكن من حفظه؟ يسر له رجاله. من هم الرجال؟ الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين جمعوا القرآن الجمع الأول في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والجمع الثاني في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ونحن لحد الساعة نقرأ وفق ما جمع في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. قد يقول إنسان لماذا أمر بإحراق بقية المصاحف؟ نقول لم يذهب القرآن الكريم، ربي تكفل بحفظه، لكن درءا للفتنة واختلاف الأمة. يجي بعدين واحد يقول لك أنا لقيت مصحف يخالف، شوف عندكم، هذه فتنة. قرآن واحد. قد يقول قائل لو كاين خلافات بين ورش وحفص وكذا، قولوا هذه الخلافات لا تضر. هل هي خلاف تضاد؟ مش خلاف تضاد. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا، زيادة واو، ما هيش خلاف، هذه زيادة ثابتة في مصحف الكوفة ومصحف سيدنا عثمان في المدينة بدون الواو، وكلاهما نزل من رب العزة. كلا القراءات كل القراءات العشر نزلت من عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القرآن أنزل ب7 أحرف فاقرأوا بحيث ما شئتم. القرآن نزل ب7 أحرف، لكن هذه الأحرف غير متناقضة. ربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق فتبينوا، في رواية فتثبتوا. كي تنحي النقاط تلقى صورة الكلمة نفسها، تبينوا، نحي تثبتوا، تابا الباء في بلاصة ثلاثاء، نحي النقاط، صورة الكلمة نفسها. إذا لم تخالف رسم سيدنا عثمان. قال تعالى مثلا ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وفي رواية كيف ننشزها. النشر والنشز النشر تفريق والنشز والتجميع، لا تناقض في القراءة القرآنية. إذن سيدنا عثمان رضي الله عنه روى هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.